اهلا بيكم حبايبنا وكل متابعينا متابعين شركة الحسن لكمالات السيارات. الكمبروسر هو اللي بينفخ كاوتش العربية. من اهم العوامل اللي ممكن العربية تعطل بيك على الطريق هي الكاوتش، فضروري جدا يبقى معاك لأي ظرف من الظروف على الطريق. لا ولا قدر الله، وفقا لأبحاث أمريكية إن 46% من حوادث السيارات بسبب الإطارات. وعلى فكرة ده مش كلامي، ده الكلام ده مكتوب على الكرتونة بتاعة كمبروسر الهواء، يعني أنا مش بألف. ده لا قدر الله، يعني ربنا يحرسكم ويحميكم إن شاء الله. طيب يبقى اتفقنا إن هو ضروري، فأنا لازم أجيب نوع كويس، لازم أجيب نوع ينفعني، فأنا لازم أجيب نوع ينفعني ونوع يسعفني وكمان يعيش معايا. فلو بصيت في السوق هتلاقي اشكال وانواع كتير جدا مختلفة الالوان. طب ازاي اجيب كمبروسر هواء يكون ممتاز او على الاقل مناسب ليا ولعربيتي، بدل ما اشتري وخلاص وانا مش فاهم الفرق ما بينهم؟ في الحلقة دي بقى هعرفك ازاي تختار الكويس، وازاي تفرق بينهم، وازاي تفرق بين الواحد بيستم والاتنين بيستم. لان للاسف في السوق انواع كتير جدا يبان قدامك ان هو اتنين بيستم، بس هو في الاساس واحد بيستم بس مش باين. وكمان الاتنين بيستم ايه الافضل فيهم؟ في حاجات كويسة وحاجات مش كويسة، وتعرف بنفسك اذا كان ده اتنين بيستم حقيقي ولا مش اتنين بيستم حقيقي. ويلا بينا بقى نبدأ حلقتنا ونشوف الفرق بين الكمبروسر. وفي الحلقة دي منهم اصناف كتير جدا، وعشان نعرف نتكلم على كل واحد بالتفصيل ونشرح فيه، وبإذن الله نعرف نجرب فيه تجربة عملي. فاحنا هناخد كل حلقة 3 أنواع أو 2 على الأقل نتكلم عنهم ونشرحهم، عشان نجزأ الفيديوهات بتاعتنا بدل ما تبقى طويلة، لا نعملهم بتاع 2 3 4 زي ما تاخد مننا. ويلا بينا بقى نبدأ حلقتنا ونشوف الفرق بين الكمبروسر وازاي تختار بينهم. تابعونا عشان تعرف الفرق بين الكمبروسرات وازاي تعرف تشتري لعربيتك كمبروسر. ومعانا كده الكام نوع دولت هنشوفهم، هنتفرج عليهم ونعرف ايه الفرق ما بينهم ونعرف نفرق ما بينهم ازاي. ده في العدة زي ما احنا شايفين كده، وده ما فيهوش. فرق واضح، ها؟ تمام، باين تمام. انما الاتنين امكانياتهم واحدة ويعتبروا زي بعض بالظبط. طيب نقفل ده ونركن ده ونشرح على ده. بصوا يا جماعة، قرب هنا كده. تمام، تمام. ده كمبروسر 2 بيستم. طب بقى اللقطة بقى هنا، عرفنا منين ان هو 2 بيستم؟ في البيستم بتاع دول المفروض دول راسين، دول 2 بيستم، تمام. في احيانا كمبروسر يبقى شغال بيستم واحد والتاني مش شغال. طب احنا واحنا بنشتري نقدر نميزه منين؟ هناخد بالك بقى من اللقطة دي، نقدر نميزه منين؟ لو قربنا هنا كده هنلاقي في وصلة ما بينهم كده، ماسورة اللي جوه دي اهي، الماسورة اللي جوه دي، تمام. طيب دي موجودة اهي وواصلة للآخر من هنا وواصلة للآخر من هنا، يبقى ده 2 بيستم طبيعي، 2 بيستم شرعي، يبقى ده تمام، ده حاجة كويسة، وحتى باين من خامته كمان، تمام زي ما احنا شايفين كده. طب لو ما فيهوش بقى الوصلة دي، يبقى ده كده واحد بيستم على طول. ده كده هو الشكل، في الشكل كبير وضخم وكده، والشكل ان هو راسين 2 سلندر بس هو واحد بس اللي شغال. طب في واحد تاني بيبقى برضو مش كويس، بتبقى الوصلة دي موجودة بس كاوتش، وصلة بتبقى وصلة كاوتش. نعرفها ازاي بقى؟ نوع زي ده مثلا، ده عشان نعرف الايه الفرق ما بينهم. جينا لو قربنا كده، بص قرب الإضاءة كده، صور جوه هنا باينة خالص اهي، واصلة كاوتش، واصلة كاوتش. دي حاجة من الاتنين، يا اما دي واصلة حاطينها كده، هو ده واحد بيستم وهم حاطينها كده منظر يعني عشان تبقى هي في وصلة اهي، يا اما هو 2 بيستم بس ضعيف، الماسورة احسن. لما تيجي اختار الماسورة دي، تمام. طيب نيجي بقى لإمكانيات الجهاز. مكتوب ايه؟ تمام.
تمام. الكمبرسور ده كمبرسور هوائي قوي، الفولتج بتاعته القدره بتاعته 12 فولت الى 13.5 فولت. تمام. الماكس بتاعه الامبير بتاعه اقصى امبير بتاعه 23 امبير. تمام. ماكس بريشر اللي هو ده تقريبا الضغط، اللي هو الضغط بتاعه بالبي سي اي 150. تمام. دي كلها طيب دي كلها ايه حاجات ستيكر ممكن تتلزق، يعني ممكن انا مستورد يبقى جايب حاجه او واحد مستورد حاجه ويلزق حاجه غير القدره بتاعته، ده شيء طبيعي. فانا طيب احنا هنركب الكلام ده كله وممكن نقعد نشرح لكم منها. تمام. حتى حاطط لك صوره هنا، بص. وفي بقى انواع، يعني سيبك بقى من اللي بيقعد يقول كمبروسر الجمل، وحاطط لك صوره هنا بينفخ العربيه الدبل وبينفخ الجيب وبينفخ العربيه الملاكي، ويعني هو يعني عايز يقول لك ان الكمبروسر ده نضيف شويه، يعني انا غير اللي موجودين شويه، يعني هو فعلا كويس وهو فعلا حلو، بس احنا برضو هنسيبنا من الموجودين، وعشان نعرف بقى الفرق هنعرف ازاي. تمام. اولا الماركات اللي هي بيقول لك عليها بقى نازل، بص واحد يجي يقول لك انا عايز اشتري كمبروسر الجمل، ولا انا عايز الجملين، ولا ايه يا عم الجمل لازم الجمل؟ طب جمل يا عم ولا حصان ولا جاموسه ولا؟ طب ما هي ممكن احط الاستيكر ده على اي عبوه عندي. تمام. طيب الفكره بقى في ايه؟ طيب الكمبروسر له ميزه. اولا طبعا سرعه النفخ بتاعته. تمام. وفي كمبروسرات موضحه بتقول لك ده هو بيعمل مش عارف كام لتر في مش عارف في الدقيقه، وبيبقى كاتب عليه. فانا طبعا الافضل اجربه عملي، بس طبعا مش متاح لي اجرب عملي. اعمل ايه؟ اول حاجه هشغل الكمبروسر واوصله ببطاريه العربيه وادور واقفل بايديا هنا كده. ايدي قدرت تستحمل الضغط كده وقفلت عليه وصوته هتلاقيه نخ كده وصوته هادي كده، يبقى ده برضه تعبان. وش كده على طول. طيب لا انا الضغط بتاعه قوي عمال بيزق ايديا وانا مش قادر اقفل وكل شويه الهواء ينفس، يبقى ده ايه؟ واحد كويس. تاني حاجه صوت الكمبروسر، النعوميه بتاعت الموتور. لو الموتور ده شغال وصوته عمال صوته عالي، اصل هو مش بالصوت، يعني فاهم؟ يعني يقول لك ده عامل زي كداب الزفه، هو مش بالصوت. الصوت ده كل ما يبقى ناعم وانت ما تسمعلوش صوت وصوته يبقى حنين، ده كمبيوتر ممتاز، ده حاجه كويسه. تمام. اللي هو بيسموه النوزل، الضوضاء بتاعته، يعني هو معدل الضوضاء بتاعته عامله ازاي. تمام. دي حاجات ايه، نقط نحطها في اعتبارنا واحنا بنختار الايه الكمبروسر بتاعنا. تمام. تالت حاجه هو لازم يبقى ليه وصله. ليه الوصله دي؟ لان في ما بيبقاش معاه الوصله دي، وصله البطاريه. تمام. ركبها كده واقوم موصلها على البطاريه. ليه بقى طيب الوصله دي؟ طب هو من غير وصله مش هيشتغل؟ لا يشتغل، بس انا اوصلها كده ما قداميش خيار غير الولاعه. طب انا لو وصلتها الولاعه الفيوز بتاع الولاعه من الاخطاء الشائعه يقول لك الاي سي الولاعه ملهاش اي سي. الفيوز بتاع الولاعه ما بيستحملش فبيضرب فبيفصل الولاعه، فبضطر بقى اغيره او اروح للكهربائي. فانا لو استخدمته كذا مره على الولاعه فكل مره هيضرب لي الولاعه في وجع دماغ. لا، فانا الوصله دي امن واضمن. تمام. ده نوع من ضمن الانواع، واللي زيه اللي هو نازل بالعده اللي هي عده بتاعت الكاوتش اللي احنا قلنا عليها. دي عده كاوتش كده فيها مفكين، فاهم؟ فيها بتاع لحام الكاوتش اللي هو السريع اللي هو بيسموه خوابير. تمام. دي العدتين بتوعها دول، في البنسه دي. تمام. وفي البلوف لو هنفخ كوره وهنفخ عجله وممكن انفخ طياره وممكن انفخ اي حاجه عوامه. ماشي. تمام. وده ماده بتلزق جايبينها معايا شويه اضافات، والفرق بين ده وده مبلغ سعري مش اكتر، بس ده بيزيد عن ده حوالي 50 جنيه بالكتير. تمام. يبقى معانا النوع التالت ده بقى اللي في علبه كرتوني. ده اشهر كمبروسر يعتبر موجود في السوق من قديم الازل، اللي هو في علبه زرقاء. ده من زمان وموجود ومتربع على العرش. يقول لك الجمل ومش الجمل والحمل والمش عارف ايه.
والفرق بين ده ميزته ان العلبه بتاعته بلاستيك مقوى، يعني حاجه ناشفه، حاجه جميله، كمان واسعه كبيره، جاي دور انت لو طلعته من الكرتونه بتاعته مش هتعرف تدخله تاني، يعني عشان ترتبها بقى زي ما مترتبه. هو ده جاي معاه شنطه عند باج قماش، تمام، مش قيمه يعني، ده يعتبر طبعا اقيم بكتير. ده برضو احنا قلنا ماليش دعوه بقى بالعلبه والكلام، الفرق بين ده وده، والفرق بين ده وده ان ده العداد بتاعه، البار بتاعه، عداد الكاوتش، الضغط بالكاوتش ده في الخرطوم بتاعه، انما ده في جسم الكمبروسر نفسه، تمام. ولو قربنا هنا الامكانيات بتاعته اللي يعتبر نفس الامكانيات، 12 فولت ماكسيمم في الفولت 13 ونص، الماكس امبير 20 امبير، زي ما قلت لك بقى هي كاتب مكتوب عليه 80 لتر في الدقيقة، يعني بيعبي هواء ازاحه، معدل ازاحه 80 لتر في الدقيقه. وطبعا احنا قلنا الاستيكر ده احنا ما بنحطوش في الاعتبار، يعني زي ما قلنا كده هنختار الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. اولا الضوضاء بتاعته، صوته يكون حلو، صوته يكون حنين، سرعه النفخ بتاعته، المفروض برضه اجربه واشوفه بينفخ الكاوتش معايا بيقعد قد ايه. تاني حاجه، تالت اختبار الضغط بتاعه، هختبر الضغط بتاعه، تمام. وعلى هذا الاساس هختار الكمبروسر بتاع العربيه بتاعتي. كده يا حبايبنا، يا رب نكون افدناكم وتكونوا استفدتوا معانا بحلقه النهارده، وان شاء الله نشوفكم على خير في حلقات تانية. هنكمل برضو حلقه الكمبروسر ونشوف الكمبروسرات اللي هي البستم الواحد والاشكال المختلفه التانية، واستنونا ان شاء الله في الحلقه الجايه. وما تنسوش طبعا ان اي سؤال حابب تساله عن المنتجات او اي حاجه سواء في الفيديو ده او مش في الفيديو ده، او تسال عن اي سعر منتج، ما تترددش طبعا واسالوا في الكومنتس، وان شاء الله نتابع مع بعض ونتابع كل استفساراتكم. السلام عليكم.